بالله عليك، في نادي في الدنيا، في نادي في الكون، في نادي عمرك شفته في تاريخك ايا كان انت سنك قد ايه؟ عمرك شفت نادي بيحصل فيه كل التخلف والبذاءات والقذارة والحقارة دي غير نادي الزمالك؟ عمرك شفتها انت كزملكاوي على مدار تشجيعك للكوره ايا كان؟ انت بتشجع الزمالك ومين؟ يعني انت بتحب الزمالك وايا كان الفرقه حتى لو كانت الخرطوم السوداني. بالله عليك، شهاده تسأل عليها امام ربك يوم الدين. انت عمرك شفت مركز شباب مش نادي بيدار بهذه السفالة والبذاءة والحقارة والوضاعة والدناءة؟ عمرك شفت نادي مهزأ بالطريقة دي؟ طب مفيش اول حاجه، يعني انت عارف وانا عارف والناس كلها عارفه انه مفيش. النهارده تشيل 3 من فاركو، 3 في الدوري المصري من فاركو اللي لسه صاعد دوري درجه ممتاز السنه اللي فاتت. يعني تقريبا ما عداش عليه سنه كامله، سنه ميلاديه كامله تقريبا في الدوري المصري. ولو عدى فعادي، انت كده كده شلت من حرس الحدود قبل كده 5-0 وبرده كان المدرب بتاعهم طارق العشري. النهارده تشيل 3-0 من فاركو. شفت انت بدون تحكيم، شفت انت بدون صفارة غير عادلة، شفت انت بدون ضربات جزاء انت بيحصل فيك ايه؟ ان السنة دي تطلع بداية السنة طلعت من الهلال بوم قدام العالم كله وقال لك افتتاح كاس لوسيل والسوبر المصري السعودي ومصممين تعملوها بطولة رسمية، وهي كانت ماتش ودي حتى الفيفا مش معترفة بيه. حتى لما السعودية بعتت للفيفا عشان تعملوا ماتش موثق، الفيفا قالت لا. ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ ماتش ايه ده دولي اللي نعترف بيه ونعمل له كاس ونوثقه في الفيفا؟ انتوا في حاجه؟ وما رضيوش وطلعت شلت من الهلال، رجعت في الدوري المصري ماتشين 3 الحكام سندوك، طلعت تاني في السوبر قدام العالم كله ضد النادي الاهلي، كسبناك في السوبر بتحكيم اجنبي، كسبناك ورجعت هوبا ماتشين هوبا خسرت تاني من اسوان وخسرت تاني من الاهلي، بتقابلنا تاني بنشيلك 3-0 تاني. بيطلع رئيسك يجعجع وبيطلع رئيسك يقول لك انا عندي اللعيبه بتشرب حشيش وبتنام مع نسوان وبيعملوا حاجات شمال جوه النادي، وبيطلع يفضحهم وبيدمر لعيبته اللي هم بيعملوا كده على كلامه، على لسانه هو مش لسان حد تاني. هتطلع تقول لي اصل مرتضى منصور مختل ومرتضى منصور قاتل ومرتضى منصور لا يمثلنا، لكن مع اول مكسب مرتضى منصور هيرجع نفس اللي قالوا عليه كده، هيرجعوا يقولوا عليه اسد واسد الزمالك ودرع وسيف الزمالك. شايفين بعينيكوا كل البذاءات والدناءات والحقاره والوساخه اللي بيعملها مرتضى منصور جوه نادي الزمالك، بس طالما بيكسب وبيجيب صفقات وبيكيد النادي الاهلي مرتضى منصور اسد وبطل، وادعموا مرتضى منصور. مع اول خساره لمرتضى منصور ارحل يا مرتضى انت وعيالك، ويطلع يقول لكم يا اولاد الكلاب. اول ما بتقولوا له ارحل انت وعيالك بيطلع يقول لكم علنا يا اولاد الكلاب، بيطلع يقول لكم كده. والنهارده جوزوالدو فيريرا دوت ولا ايا كان اسمه ايه واسامه نبيه الاثنين واقفين، 2 مديرين فنيين لاول مره في تاريخ الكوره. نادي في بطوله رسميه في ماتش رسمي في بطوله الدوري العام بتاعه بلده بيدربوا 2 مديرين فنيين، واحد قاعد على الدكه بيتفرج على اللي بيحصل وقاعد بيقرط في ضفره، والتاني واقف على الخط. هو يا عيني هو متصدر في الصورة، ولكن إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فاكر يا كابتن أسامة يا نبيه لما كنت بتقول وأنا بلعب في غزل المحلة كانت بتجيلي فرص كان ممكن أهدف بيها في الزمالك وأنا بلعب في غزل المحلة، بس ما كانش بيهون عليا إن أنا أجيب جون، وكنت برجع بالكورة وما برضاش أشوط على مرمى الزمالك مع إنها كانت فرصة محققة؟ يعني أنت أصلا كنت بتخون ناديك اللي بيأكلك عيش اللي بيدفع لك عقدك، أنت كنت بتخونه. انت وانت لاعب في غزل المحله انت اللي كنت بتقول يا كابتن يا اسامه يا نبيه ان انت خنت الفانيلا اللي انت لابسها علشان الزمالك. انت قلت كده ان الله لا يصلح عمل المفسدين. النهارده فاركو بيشيلكوا 3-0 وفاركو بجمله الوساخه وبجمله الدناءه والحقاره اللي انتوا عايشين فيها. فاركو النهارده ده اللي كسبكوا 3-0 ده ربنا بيخلص ذنبه في محمد صبحي فيكو. محمد صبحي ده للي ما يعرفش اشترى اعاره، كان اعاره واخد اعاره محمد صبحي اعاره من نادي الزمالك مع بند في العقد بتاعه في حقيه الشراء اذا فاركو دفع 20 مليون جنيه لنادي الزمالك. الولد راح ولعب مع فاركو اول موسم وتالق وكان من اسباب بقائهم في الدوري الممتاز في اول سنه ليه، وخلص العقد بتاع الاعاره بتاعه وفاركو
طلع ال20 مليون جنيه بتاعت الولد محمد صبحي عشان يفعل بند الشراء. مسؤولين فاركو اتفاجئوا ان محمد صبحي تاني يوم مش موجود في النادي، وتاني يوم بيمضي عقد في الزمالك. ورجع الزمالك بأمر من مرتضى منصور وبمكالمة من مرتضى منصور خلى الولد يقلب على فاركو ويروح، مع ان فاركو فعل بند الشراء وبعت الشيك بتاع ال20 مليون او التحويل البنكي بتاع ال20 مليون للزمالك. مرتضى منصور لما كلم الولد قال له ارجع الزمالك ومالكش دعوه، قال له يا فندم دول بعتوا الشيك، قال له ارجع الزمالك ومالكش دعوه. محمد صبحي رجع الزمالك وضربوا فاركو في محمد صبحي، مع ان فاركو ماشي بما يرضي الله وماشي تبع العقد المكتوب، ولكن مرتضى منصور في مصر فوق مستوى المحاسبه. مرتضى منصور رجع محمد صبحي الزمالك على بند مش موجود في العقد وكسر عقده، ومع ان فاركو حاول يفعل البند. لما مسؤولين فاركو طلعوا في الاعلام وحاولوا ان هم يشتكوا ويقولوا يا جماعه اسمعوا صوتنا، يا جماعه وصلوا صوتنا، مرتضى منصور فوق القانون ومرتضى منصور خد لعيب عقده مع فاركو المفروض يتفعل، مرتضى منصور طلع علنا في الاعلام المصري وقال يا مسؤولين فاركو انا بقول لكم لو عايزين توقفوا النشاط في مصر اشتكوا الزمالك في قضية محمد صبحي، محدش يفتح بقه في قصة محمد صبحي تاني، ولو فتحتوا بقكم ورحتوا اشتكيتونا في الفيفا يبقى انتوا عايزين توقفوا النشاط في مصر وعايزين تهدوا البلد واستقرار البلد. بالله عليكم انت كزملكاوي، بالله عليك انت يشرفك ان انت تنتمي لهذا النادي؟ انت يشرفك ان انت تكون بتشجع الفريق ده؟ انت وانا وانت بينك وبين نفسك وانت قاعد كده في لحظة صمت مع نفسك بينك وبين نفسك عارف ان انت بتشجع نادي الزمالك علشان كرها في الاهلي. انت بتكره الاهلي ايا كان سببك ايه، كل واحد بيكره النادي الاهلي لسبب جواه لا يعلمه الا الله. انت قررت ان انت تشجع الفريق اللي ورا النادي الاهلي اللي هو نادي الزمالك. انت بتشجع الزمالك عشان انت بتكره الاهلي. انت بتشجع الزمالك علشان هو ده الزمالك، هو ده اللي ورا النادي الاهلي. ما انت مش لاقي حد ورا النادي الاهلي، هو اول حاجه وراه، فانت بتشجع اللي وراه وخلاص، اللي بيضايقه وخلاص، اللي بيغيظه وخلاص، اللي بياخد منه مثلا بيحاول ياخد منه صفقه بطوله على كل كام سنه بيخطف منه بطوله ولا حاجه. انت بتشجع النادي ده ومستني اللحظه على مدار تشجيعك للنادي ده، مستني اللحظه اللي الزمالك مش هيكسب فيها، لا هيكسب او يكيد او يغيظ النادي الاهلي. انت مستني لحظه الانتصار على النادي الاهلي في صفقه، في لقطه، في تصريح، في افيه، في اي حاجه تكيد الاهلي والاهلاويه المجموعه اللي انا مش بحبهم دول ايا كان ليه. انا مستني اشجع، انا في تشجيع النادي الزمالك مستني اللقطه دي عشان افرح واهلل وازيط واطبل. مفيش انسان عاقل طبيعي هيحب مرتضى منصور. فطره ربنا في الخلق هي الادب، فطره ربنا في الخلق في الانسان كده هي العدل، وده ما يسمى الضمير. كل انسان ربنا خلقه بضمير، الضمير ده دايما فطرته اللي ربنا خلقه بيها بيتجه الى الصواب، بيتجه الى الصح والعدل والصدق والاخلاق الحميده، وبيتجه الى كل شيء جميل. لكن انت كزملكاوي مستحيل تكون شايف النادي ده بيحصل فيه كل ده ومصمم تكمل تشجيع في النادي ده الا اذا كان جواك غل وسواد مش طبيعي، مش طبيعي. النهارده فاركو اداكوا 3-0 وربنا خد حق محمد صبحي، مش محمد صبحي اللي هو اللاعب، محمد صبحي دلوقتي في الزمالك وبياخد فلوسه ومتهني وحياته دلع، حياته ما كانش يحلم بيها، ولكن ظلم فاركو ونادي فاركو ومسؤولين فاركو في صفقة محمد صبحي النهارده رجع لهم جزء بسيط من حقهم في ظلمهم. الاهلي قبلك في السوبر المصري قدام العالم كله وبتحكيم اجنبي اداك 2، قبلك بعد كده بتحكيم اجنبي في الدوري اداك 3-0. النهارده فاركو بتديك 3-0، بتطلعوا تتريقوا علينا احنا الاهلي النادي النظيف العادل اللي ماشي بسيستم وبنظام، بتطلعوا تتريقوا علينا احنا النادي الاهلي الناجح اللي مسؤولينه مؤدبين، ومهما بيتشتموا ومهما بيخاض في عرضهم صبح وليل ليل نهار بيطلع يتقال عليهم غسيل اموال واخوانجيه ورجع الساعات يا خطيب. انت مالك؟ ايه علاقه ده بالكوره؟ انت كنادي رئيس نادي الزمالك
تطلع حتى لو طبعا في لجنه جت وفتحت الخزنه بتاعت النادي الاهلي لانه مال عام، ولقت الساعات جوه، ولقت خطاب من كل واحد. تركي الشيخ اداله الساعه محطوطه في خزنه النادي ومحدش خدها. واللجنه لما جت لقت الساعات في خزنه النادي لما عملت جرد مفاجئ. ولكن تركي الشيخ اللي كان بيديك على لسانك لما طلعت مع احمد موسى يا مرتضى يا منصور تقول تركي الشيخ مديني هديه شخصيه $1,000,000، واحمد موسى فضل يقول لك مين اللي اداك هديه $1,000,000؟ قال له واحد محب لنادي الزمالك. قال له مين؟ في حد بيدي هديه $1,000,000؟ فضل يضغط عليه بالاسئله لحد ما قال له تركي الشيخ مديك $1,000,000. انت اللي قايل كده عن نفسك. لما رحتوا تلعبوا الهلال في السعوديه في السوبر المصري السعودي، لما الهلال كان فيه 3 من التشكيله الاساسيه بتوعه مش بيلعبوا بالامر المباشر، ما تلعبوش ال3 لعيبه دول وقللوا جوده لعيبه نادي الهلال وتشكيله نادي الهلال عشان الزمالك يكسبهم. لما رحتوا هناك كل لعيب من لعيبه نادي الزمالك وكل مسؤول في مجلس اداره نادي الزمالك سافروا راجعين بساعات. طيب هي هديه من واحد ادى هنا وادى هنا. حتى لو الخطيب ومجلس ادارته ولاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي كله خد ساعات من تركي الشيخ، حتى لو ده حصل، ايه علاقه ده بالكوره؟ ايه علاقه ان انت تطلع تقول في الاعلام رجع الساعات يا خطيب؟ هو لو الخطيب خد ساعات ورجعها مثلا، لو رجعها انت كده هتكسب؟ نادي الزمالك ده هيزيد في بطوله مثلا لما الخطيب يرجع الساعات؟ عشان تعرف بس ان انت انسان مفلس، عشان تعرف بس ان انت انسان ملط، عشان تعرف ان انت انسان راس مالك قلة الادب، عشان تعرف ان انت انسان لا تمتلك اي شيء سوى ان انت مسنود وبتتخطى وبتتعدى القانون وبتتعدى كل شيء، وعليك حكم ملزم التنفيذ وما اتحبستش. ليه؟ محدش يعرف. لما وزير الرياضة يرفع سماعة على مسؤولين اتحاد الكورة اللي هم مسؤولين حكوميين يقول لهم أيدوا صفقات الزمالك وأنا هدفع، فيبقى هنا قدامنا سؤال من 2: يا إما الوزير هيدفع من جيبه الخاص لاتحاد الكورة عشان يسدد غرامة الزمالك اللي على اتحاد الكورة، ودي تبقى فضيحة وتستاهل التحقيق من مجلس الشعب، يا إما هيدفع من جيب الوزارة وهيدفع لاتحاد الكورة برضو غرامة الزمالك من خزنة الوزارة، ودي برضو فضيحة وتستاهل التحقيق في أي مكان طبيعي. الأهلي بعد بكرة، بعد أقل من 48 ساعة، عنده مباراة رسمية في كأس العالم للأندية ضد ريال مدريد. أول نادي في العالم أو أكتر نادي في العالم مع بطولات هيلاعب تاني أكتر نادي في العالم مع بطولات في بطولة رسمية في كأس العالم للأندية. البطولة اللي النادي الأهلي بيشارك فيها للمرة 7 والتالتة على التوالي في نص نهائي كأس العالم للأندية. والزمالك النهاردة بيخسر من فاركو بدون ضربات جزاء، بدون تحكيم مغرض، بدون تحكيم موجه لانتصار الزمالك. ده ما يرضيش ربنا، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وفي الآخر يطلع الزملكاوية يقول لك رجع الساعات يا خطيب، والأهلي إخوان، والأهلي غسيل أموال، والأهلي عايز يعمل فتنة في البلد، وبيرددوا كلام مرتضى منصور وولاده. يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة ما تقولوش دي كورة ورياضة وعادي نهزر وعادي نكذب. سيدنا محمد قال لك دع الكذب ولو كنت مازحا، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا جماعة هتسأل، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني مفيش حاجة اسمها أصل دي كورة وعادي إن احنا نكذب ونضلل وندلس، أصل دي كورة. هتسأل، كل واحد فيكو زملكاوي هيسأل، هينزل في قبره لوحده، هيتحاسب لوحده قدام ربنا. ما تقولش دي كورة ده هزار، ما تقولش كده. انت بتقل ادب، بتغتاب لاعب، بتشتم لاعب، هتسأل يوم القيامة، هياخد من حسناتك. بتردد كلام واحد انت عارف انه فاسد ومضلل وكذاب ومدعي وفاسد، وانت بتقول عليه فاسد بس لما يخسر، لكن لما يكسب بتردد كلامه. الزمالك نادي القرن الحقيقي، بتردد كلامه وانت عارف ان هو كذب وتضليل. هتسأل عن الكلام ده،
هتسأل والله عن ان انت بتنصر مؤسسة انت عارف انها قايمة على الباطل والظلم، انت عارف انها مؤسسة قايمة على المحسوبية والرشاوي، انت عارف انها قايمة على ده، ومع ذلك بتنصرها علشان هي ضد الاهلي بس. ما عنديش كلام تاني اقوله. انا اسف جدا لو الحلقة طولت، بس الكلام خدني. انا كنت طالع بس عشان اتكلم عن فاركو اللي كسب 3 وعن حق مسؤولين فاركو في صفقة محمد صبحي، ووضحتها لك، اظن وضحتها لك بشكل كويس. وعشان الناس بتنسى فمحتاج ان انا افكركم بيها دايما. ما بنساش انا اللقطات دي، ما بنساش يعني. وعشان كده انا بكره قوي الزمالك، لاني فاكر لهم بلاويهم على مدار تاريخهم، او معظم بلاويهم طبعا، وما خفي كان اعظم. ربنا يديم نعمة الاهلي علينا، وربنا يديم نعمة التشجيع علينا. او بالمناسبة انا مش طالع اشتم في الزملكاويه عشان بس انا اهلاوي، واقسم برب العباد النادي الاهلي لو حاد، او انا شفته بيحيد عن مبادئه واخلاقه واسسه اللي احنا شجعنا النادي الاهلي عشانها، قسما بدين الله هبطل تشجيع النادي الاهلي. والله ويمين احاسب عليه قدام ربنا، هبطل تشجيع النادي الاهلي لو النادي الاهلي حسيته انه بيحيد عن الاخلاق والمثل والعدل والطبيعه اللي ربنا خلق عليها فطره الانسان وضميره. لحد هنا بتكون الحلقه انتهت. اتمنى لو، انا اسف لو كانت الحلقه تراجيدي شويه او محزنه شويه، انا اسف جدا، ما يعني اعذروني. لحد هنا بتكون الحلقه انتهت. اتمنى اني كنت ضيف خفيف لحضرتك، بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخص حضرتك جدا. دمتم جميعا بألف خير. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي اهم حاجه في يومك. وفي الختام خير سلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم.